كابتن كريم راشد، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا الف مبروك. ميرسي. يعني ما شاء الله جايزه وشهاده تقدير، ولا دي بالظبط ايه؟ دي دبلومه عن نمره الحبل. دبلومه عن نمره الحبل الهوائي. نمره الحبل. ونحكي لي بقى انت عن المهرجان، وكم دوله كانت مشتركه فيه كده يعني؟ كان معانا 5 دول مشتركه، كان معانا روسيا، الصين، امريكا، اليابان ومصر. كان مشاركه من مصر 4 فقرات. فقره الجونجلير على الجونجلير لمحمد ياسين. فقره البيزنطو والتوازن على الزجاجه للفنان امير. وفقره المكعب والحبل اللي انا بقدمه. وكانت مشاركه من روسيا فقره الميزان الطائر والتهريج كلاونز. وكان مشارك من امريكا 2 من الصحراء و1 من اليابان. كانت مشاركه من الصين 4 فقرات. فقره التيابلو، فقره التوازن والاطباق، وفقره بالانسات. يعني نمر كتير. طب في حد من الفريق بتاع السيرك اخد جوائز تانية يعني؟ او شهادات تقدير او كده؟ هي هي الجائزه دي مش لكريم لوحده. هي الجائزه دي لكل المجموعه. لان كريم لو نجح، كريم ما بينجحش لوحده، كريم بينجح بمساعده زمايله. كريم اكيد فريق متكامل يعني. كريم لو كريم بقى كويس، فكريم بقى كويس عشان خاطر زمايله وقفوا جنبه وساعدوه. وكنا كلنا بنخاف على شغل بعض، كلنا حابين نطلع بمظهر كويس. انت بتمثل اسم مصر، مش ممثل السيركه وبتمثل كريم. انت بتمثل اسم مصر بره. هي طبعا انا مش قادر اقول لحضرتك، بالنسبه لي حاجه كبيره جدا ان انا اكون في مكان زي ده، وان زمايلي يقفوا جنبي بالشكل ده. دي حاجه في حياتي عمري ما هنساها. وبصراحه كل المجموعه احسن من بعض يعني. ما شاء الله المجموعه كلها، لو كان محمد او امير او انت او بلال تقريبا كمان، مش كان معاكم؟ كنت انا ومحمد وامير وكابتن بكر. كابتن بكر، المجموعه كلها ما شاء الله يعني من نجوم السيرك فعلا يعني. الحمد لله. ربنا يوفقكم ودايما مزيد ان شاء الله من النجاح. لو انا يعني هي الجائزه عن فقره الحبل المركز الثاني. السيلفر برايز دي عن نمرة الحبل. كنت أنا بقدم، وكان كارتر محمد ياسين هو العامل الأساسي اللي هو ساعد في إن الحبل يظهر بالمظهر الكويس. كابتن بكر المشرف على البعثة يعني كان بيعمل أقصى ما فيه وسعه وما في جهده إن البعثة تطلع بشكل كويس. قابلتنا صعوبات كتير جدا يعني. كابتن بكر ربنا قواه، الحمد لله عدينا بمظهر كويس. كابتن بكر بيتمتع بعقليه متميزه يعني، ان هو بيقدر جداً اي عقبه يقدر يحلها يعني. جدا. الحمد لله. الف مبروك. مش بتاعت كريم، دي بتاعت الفرقه المصريه اللي مثلت مصر في كوريا الشماليه. والحمد لله ان احنا رجعنا بشكل كويس. وبنقول الف مبروك للبعثه، ودايما يا رب مزيد من النجاح دايما على طول. الف مبروك، مع الف سلامه.